قوي يلا يلا بسم الله. اولا قرع الريح. الله عليك، دي اهم حاجه عندها الريحه. النظافه. اسمه سبسب. اسمه سنيبر. طبعا الحظاظه دي الحمراء دي هي دينا. ما تعرفوش طبعا. ايه بقى؟ مين اللي اكلني ويدربني؟ يعني انت عامله على بطنك وامك اسيب زيزو وماما وانا كلب ولا ايه؟ مش فاهم. كنت بلد انا ولا ايه؟ مش فاهم. كنا بنتعذب. كنت بتتعذب. والبنزين خلص. هلا دور على بنزين. عايزه اقول لكم ان احنا يعني الست دي تحمل كتير قوي. ابو امسك في التكسرون. اسمه ايه؟ امسك فيه. ما تنكرش ان انا فدتك في الموضوع ده. لا والله وش كده. وش كده. لا مش وشك هنا حاجه. أميرة يا ناس. أميرة بلوجر. النهارده يوم مش عادي، النهارده يوم تعب وسفر طويل قوي، وواخداكم معايا بالمشوار. النهارده رايحين شرم الشيخ، ان شاء الله نوصل بالسلامه بولادي الخمسه، وطبعا رمضان هيشقى معايا وانا هتعب ويوم طويل النهارده، ويا رب ما حدش بقى يتعب في الطريق مني. وعيد ميلادي، والنهارده عيد ميلاد ديدا، وكل سنه وانت طيبه يا دوده. ويلا أميرة يا ناس. أميرة بلوجر. بلوجر. أنا اللي بعلمك. يلا. دي الحقيقة. والليل لسه مليل علينا تحت في الشارع، ودودة طبعا كالعاده بتعيط عادي يعني. ورمضان باشا. بسم الله توكلنا على الله. طبعا احنا في بدايه الطريق والدنيا ضلمه. طبعا بنقول دعاء السفر. بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان الذي سخرنا هذا. وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. سبحانك إني ظلمت نفسي. فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يلا الحمد لله. الله أكبر. الله يعيننا على السفر. اللهم امين. طبعا قاعدين انا ورمضان وتيلا قدام وبقيه الاولاد ورا، غزل وطلال وتاء وفريده وكده. في نص النهار بقى كده اصور لكم لان الدنيا ضلمه جدا. وبسم الله توكلنا على الله. قريت كلامك لما تشوفني عرفني. صعب ومش مفهوم كلامك مش مفضول. بتحب حد والبال مشغول ما شفتهاش ولا حد. طبعا خدنا بريك في الطريق ونزلنا. هنجيب بقى مش عارفه هنجيب ايه. هنجيب شويه حبشتكنات وروشتنات. هاخد بريك شويه جوه. هتجيب ايه يا رمضان؟ لسه هشوف. ماشي يلا نشوف. ودلوقتي احنا وصلنا لنص الطريق. عدينا طبعا النفق وعدينا. احنا مش في نص قوي عشان هي احنا يعني عدينا لسه عيون موسى كمان. احنا لسه مش في نص. انا يا عم انا سيبني، انا بهون على نفسي. هنام مالنا. هي الفكره بس انا عايز اعرف دي كارته. اصل انا كده دي 5 كارت عدى عليها. المهم ان احنا دفعنا دي 5 وضربه واحده. لا دي الثالثه. احنا في كارته انا لقيتها غريبه ب 50 جنيه. استغربت قلت اللي هي بعد النفق، بعد عيون موسى، اللي هي عند عيون موسى. عند عيون موسى ب 50 جنيه. 50 جنيه. 50 جنيه ب 50 جنيه. وفي واحده قبلها ب 10 جنيه، وفي واحده قبلها ب 10 جنيه، وفي واحده اللي عندي مدينتي ب 10 جنيه. لسه بقى هل في كارتات تاني؟ اكيد في. فلو في خبرونا. لا احنا هنخبركم. احنا هنقول لهم عشان جايين. احنا هنقول لكم عارفين حسابهم. الحاجه الثانيه ان بتاع ده اللي هيجي باتوبيس او باص الله يكون في عونه. حقيقي بس ما تنكرش ان انا فدتك في الموضوع ده. لا والله وش كده. لا مش وشك هنا حاجه. نكمل الطريق. طبعا احنا عيله فرفوشه اصلا. بنحب نركز كده واحنا ماشيين. انا جاي لك وبقول لك وحشاني. انت نفس التاني وبقيت بالنسبه لي ام عيالي. انا لك ام عيالك. اسم الله محروسه بالعين ما شاء الله. ينزل من كل
ودلوقتي ابنائي نايمين. اعزائي بصوا ابنائي اعزائي احبابي نايمين، ورمضان بيحاول ينام في الطريق، فانا كنت هنام والله كنت هنام، اقسم بالله كنت هنام، بس قلت لا 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 انا اقعد معاه. قالت لي لا مالكش حق. انا اقعد معاه وبقعد ارغي معاه واحكي له قصه حياتي وامهاتي كل حاجه. قصه حياتي الست دي تحمل كتير قوي. ابا امسك في الدكاسيون، اسمه ايه؟ امسك فيه الدركسيون. الحمد لله على السلامة، هلا هلا، والبنزين ما خلص، هلا هلا. دور على بنزين. عايزة اقول لكم ان احنا يعني مش عارفين نعمل ايه، المواقف دي يا جماعة محرجة قوي، بس احنا اهم حاجة ان احنا وصلنا بالسلامة، وبجد يعني حبيبتي 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 كملت تكملك على خير. بصوا شايفين المناظر، شايفين. الحمد لله على السلامة، هلا هلا. انا من الناس اللي بتحب يا رمضان. شرم الشيخ. انا عاشقة شرم الشيخ. حطينا بنزين الحمد لله وشغلنا التكييف. كنا بنتعذب. كنت بتتعذب. تروح فين بقى كده؟ عيالي كانوا بيتعذبوا يا جدعان، انا عيالي بيتعذبوا في التكييف. هتروحي فين؟ رحمة، احنا في رحمة والله، التكييف ده رحمة من عند ربنا. هتروحي فين يا بقرة؟ بص ينفع يقول لي يا بقرة في المونتاج، كله في مونتاج كله في مونتاج. طبعا الحمد لله احنا وصلنا بالسلامة الحمد لله. بس نزلنا على السوق القديم لاني دودة الوحيدة اللي ما عندهاش المايو. فبصوا بصوا استنى ادوني فرصة. شايفين جمال شرم الشيخ، شايفين الجامع الجميل. هو هنا في سهرات بقى وحاجات حلوة قوي، انا حافظاها يا جماعة من كتر ما انا باجي هنا كتير جدا. طيب بما ان احنا وصلنا وقررنا ان انا ورمضان ننزل البحر، ضروري لازم ننزل البحر، ف ايه مشكلتك؟ عندك مشكلة؟ انا ما عنديش مشكلة، وهخلي فريدة تلبس عوامة وتنزل معانا البحر. بس فريدة بص صلي على النبي، صلي على النبي. لا والله ما عندي البحر. ليه يا فريدة؟ وفي ايه البحر يا فريدة؟ انت غبية يا فريدة. انا مش عندي البحر. ما تخافيش، ولا في قرش ولا في حجامة. طب ربنا ما هنزل، انا حلفتك. يا بنتي مش انت قلتي القرش في الغردقة. القرش محتاج يفطر ويتغدى، قلت يفطر علينا ويتغدى على بابا. ما قلتش يفطر عليا. امال ايه؟ يعني يفطر عليا انا يا بنت اللذينه؟ يعني ياكل ابوكي وانت لا؟ طب خلاص يا ست، انا وزيزو وامي اسيب زيزو وماما وانا كلب ولا ايه؟ مش فاهم. قطه بلد انا ولا ايه؟ مش فاهم ايه اللي سيب زيزو وماما. ما هو لو انا سبت زيزو وماما مش هتعرفوا ترجعوا من الا بيا، ولا هتعرفوا تعيشوا الا بيا. صح؟ حمام السباحه بتاعك اقعدي انت. ايوه يا ماما بالله عليكي خليكي انت معانا والنبي. اقعدي انت في حمام السباحه بتاعك يا فريده، وسيبيني انا وامك نروح نغطس في لا وناخد طلال وغزل. وانا يعني لا والنبي لا، انا عايزه اجي يعني معاكم. هتيجي معانا؟ خلاص يا فريدة بقى انت استغني عننا. انت يا بنت انا عايز انكد عليها حياتها. انا عايز اعرف ثواني ايه اللي مضايقها؟ طب قولي لي ايه اللي مخوفك؟ نعرف. طب ايه اللي مخوفها هاتيها دي؟ ايه اللي مخوفك؟ طب انا هشرح لك الحقيقه يا فريده. طب لا نعرف ايه اللي مخوفها وهاتيها. ايه اللي مخوفك يا فريده؟ قولي لي عشان نعرف، عشان احنا لا بجد كنت كلكم كلمه فريده الشهيره. ايه اللي مخوفك ان احنا ننزل البحر؟ انا عايز اعرف بس المعنى، ايه اللي مخوفك ان احنا ننزل البحر؟ ماما انتوا بتقولوا في قرش ده في الغردقه مش في شرم الشيخ. لا ما هو الغردقه قريبه من شرم الشيخ في البحر. اصحاب هم يعني ممكن قرش ياخد بعضه ويتمشى لغايه شرم. طب يا ستي نفترض كلامك صح، احنا ضاربين 450 كيلو يا فريد عشان نروح حمام سباحه. طب ما كنا رحنا حمام سباحه عند البيت. لا مفيش انت برضو قلت لنا هجيب هي المتعه في السفر. متعه في السفر. في السفر وانت مقضيه نوم؟ لا ومتعه كمان في البسين، لكن مش. طب ما كنت وديتك حمام سباحه عند البيت يا قلب ابوك. خلاص يا فريده انت خايفه احنا هننزل هنا. بس هو ده اللي بتكلم فيه. لا
يعني انت عامله على بطنك. لا والله لا، انا قصدي كلهم اللي انا بحبهم. يلا لا خلاص خلاص، منك لله. خلاص. ده مقلب يا ديدا. احنا بصراحه جايين عليك قوي عشان انت الفنانه بتاعتها فبنعمل فيكي مقالب يا دود. بنحب المقالب قولي فيك. زيزو، عامل مقلب في زيزو. ماشي. ماشي. المقلب الجاي يا جماعه في زيزو. ايه؟ بس شكرا، ناس محترمه على البوابه بصراحه، واستقبال يعني محترم، ناس زي العسل. طبعا هنخش جوه هنلاقي نائب مدير عام الفندق الاستاذ اشرف زكي، ده من الناس المحترمه جدا جدا يعني فوق ما تتخيل. انت دخلت يا ابني في الكلام بتاعي انا ليه؟ انت اصلا ايه اللي دخلك في الريفيو بتاعي؟ انا عايز اقول لكم الفندق ده من امتع الفنادق اللي انا ودينا اتمتعنا فيها حرفيا، والله حرفيا من امتع الفنادق اللي انا ودينا انبسطنا فيه. فندق جولو فيل جولف. السلام عليكم. الله يسلمك. ايه؟ حجز استاذ اشرف زكي. بص وهنا الاوتيل، بص هتلاقي الناس قاعده بص مستنييننا وعاملين لنا يعني تعظيم اهو. بص ده استاذ اشرف زكي اللي هو العسل اللي واقف ده مدير نائب مدير عام الفندق وجولف. الاستاذ اشرف زكي ده طبعا راجل محترم جدا يعني، لازم انزل اسلم عليه بنفسي. لحظه. ووصلنا بالسلامه، واستاذ اشرف طبعا يعني بصوا اصلا جمال الفندق. احنا اصلا قعدنا استمتعنا هنا في الفندق، حاجه حلوه. عن حاجه السنه اللي فاتت كان في اكوا بلو، قلنا بقى نغير مش كل مره اكوا بلو خانق. استاذ اشرف ده نائب مدير العام، نائب المدير العام اهو. يعني ده من احسن وانظف الفنادق اللي احنا جيناها بصراحه. طبعا انتوا لسه هتشوفوا جوه، احنا هنا بنهزر. استاذ اشرف شكرا على الاستضافه، احنا لسه هتستضيفونا حبيبي يا استاذ اشرف. ان شاء الله الناس اللي مستنيه ريفيو عن الفندق، الريفيو هيجي كامل الفيديو الجاي، مش ده كان طبعا الطريق واليوم والنظام ايه، وصلنا الفندق. الريفيو كامل هيكون الفتره الجايه من الفندق ان شاء الله. طب قولي طب قولي يلا بقى عشان نكمل بقية. طيب الاعلى اجران في القاره، واصبري ما فاضلش في صفحه، انا عايز عشان بس اقول لكم مين، عشان خاطر عيد ميلادي. يا ماما انا يا حبيبتي، عشاني انا ماما عشان عيد انا ده في خناقة. معروفه يا ماما انا. بصوا الله يسلمك. استاذ اشرف زكي بصراحه تعبان معانا تعب السنين. طبعا الريفيو زي ما قلت لكم على الفندق هعمله بقى الفيديو الثاني يعني، مش ده. مش شكرا. الله يسلمك. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك؟ طبعا رمضان طبعا لازم يمضي يشول، امضي يشول اشوال. طبعا عبد العزيز رمضان انتوا بقى بالظبط 12 سنه. فريده دودو غزل. طبعا الحظاظه دي الحمراء دي هي دينا. ما تعرفوش طبعا. ايه بقى؟ ده الفي اي بي. يلا انت ايه؟ ده في خناقه هتحصل على البلوجر دلوقتي. بتقول لك مين البلوجر فينا؟ اهتمي بالاستاذه فريده عشان عيد ميلادها النهارده. كل سنه وانت طيبه. شفت اهو بيقول كل سنه وانت طيبه يا فريده. استاذ اشرف طبعا محضر لنا مفاجاه يعني، والله مش عارفه اقول لك ايه على ذوقك يعني. وانت كمان عشانك انت كمان. طبعا زيزو بيساعدني عشان تلا النهارده تعبت مننا في الطريق. طبعا رمضان شايل الطلال، ودود ده اهي دودو. وانت شايله اسمه السبسب. اسمه سنيبر. الناس هنا بصراحه يعني الواحد مش عارف يتكلم ليه، يعني ناس بتحرجنا والله. حتى انا كده
اخليك انت في المفاجاه. يلا يلا بسم الله. اولا قرع الريح. الله عليك. دينا اهم حاجه عندها الريحه. النظافه. دينا اهم حاجه عندها الريحه. اوه وحاطين بقى وفكه لا الواحد مش قادر يتكلم. مش قادر يتكلم. ايه الحاجات الحلوه دي؟ كل مره بتبهرونا اقسم بالله. لا ده مش كل مره بيبهرونا، ده هم حاطين بقى. اللهم صل على النبي. لا بص يا جماعه، بص يا جماعه، طبعا. تعال نبص بقى على الفيو وعلى الجنينه. ده مش 5 نجوم، ده 10 ده نجوم. لسه في الغرفه هنا يا دينا. وبص يا جماعه حمام السباحه اهو، يعني مفيش. انا مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه استاذ اشرف، استاذ اشرف بصراحه. فريده بتقول ده مش 5 نجوم، ده 10 نجوم يا دينا. الاوضتين طالعين على بعض. اوضتين داخل بعض. اقعد يا طلال هنا. لا انا ده معلش بقى، انا والله العظيم اتكلم كلمتين بقى. لا اتكلم انا كلمتين. مبسوطه قوي. استاذ ضياء انا عايز اتكلم والله العظيم، مش عشان الناس كتر خيرهم يعني، انا بس ابين بس. بصوا يا جماعه يعني الفندق بصراحه نظيف، يعني انا بصراحه مش عارف اقول ايه بصراحه. لا مش محتاج. انا بصوا سوري هو مش محتاج. مش محتاج تقول ان هو نظيف. هو مش محتاج تقول ان انت. عايز اقول الاستاذ الفاضل استاذ ضياء، والاستاذ طبعا استاذ اشرف، مستر اشرف، راجل من الناس اللي بجد الواحد يتشرف ان هو يعرفهم في شرم الشيخ. يعني تكفي الناس المحترمه اللي المجهود الرائع، يعني نيجي نلاقيهم من على الباب. لا استضافه بصراحه تشرف وتشرف بلدنا. يعني الواحد لما يجي يتكلم على بلده وبيتكلم على اللي بيحصل في بلده، هو نموذج يتكلم على الناس اللي بتشتغل اهي، والناس اللي بتحب السياحه، والناس اللي نفسها، عشان طبعا بيتابعنا كمان ناس من الخليج ومن السعوديه ومن كل الدول. عايزين نقول لهم ان شرم الشيخ حلوه، يعني عايزين نقول لهم ان شرم الشيخ جميله، وفي نفس الوقت كل الناس اللي بتتابعنا جولف، اسمه جولف جوليفيل، صح كده؟ جوليفيل جولف. فده معروف في شرم الشيخ يعني، وصف اول على البحر. ونقول له استاذ اشرف شكرا على الاستضافه وجزاك الله خير، وانتظر بقى المفاجآت بتاعتنا بقى. حبيبي يا استاذ اشرف، اتفضل يا استاذ، اتفضل. يا فندم دول مفاتيح الغرف الاوضه. طيب 18 و19 كل الداتا موجوده جوه الغرفه. تسلم ايديك والله العظيم. كلمونا على زيرو. الله يخليك. لا ده شكرا، يعني مش عارفين نقول ايه. شكرا يا الناس المحترمه. حبيبي. بص يا دينا، يعني قولي ايه بالناس بعد ما خرجت كده، يعني تقولي ايه بالله عليك؟ عايزه، مش عارفه والله، مبسوطه قوي. انا صوتي منبهر، المشكله انا صوتي منبهر. طبعا هنكمل الفيديو عشان انا حاسس دي عايزه تنزل العيال الاول كده. نزلت الاولاد ولبستهم ولبست البيبي بتاعي طبعا. طبعا انا بشكر اداره الفندق كلهم من الصغير للكبير، قد ايه بسطوني، وقد ايه انا كنت عايزه اصرخ بس مش عارفه اصرخ اصلا من صوتي. مبسوطه، وان شاء الله باذن الله نكمل يومنا على خير، وان شاء الله استنوني هنزل ريفيو تحفه على الفندق كامل. هصور لكم كل حاجه بالتفصيل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنونا في الفيديو التاني على قناه دي. الناس الحلوه دي يا سلام.